السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الكرام، سعيدة بلقائكم كيف العادة فيديو جديد ووصفة جديدة. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ عتيقة. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة يا رب. إن شاء الله اليوم بإذن الله في إطار وصفات رمضانية غادي نقترح لكم صغار من نكهة ديال الكفتة أو لا بالكفتة. كيجي زوين بزاف، لذيذ بزاف، ممكن أنكم ديروه كبريوات أو من بسيطلات. حشوة رائعة جدا لذيذة، كتستحق أنكم تجربوها على بركة الله. نبداو استيراد المقادير من بعد منهم الطريقة. كنتمنى لكم كيف العادة فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. نبداو في المقادير والطريقة في نفس الوقت. كناخذ مقلاة كنعمل فيها بصلة كبيرة مشلضة، علبة ديال الفطر مقطع، وكذلك الفلافل الالوان اللي كيكونوا مقطعين مربعات صغيرة. عملت الكل في مقلاة مع الزيت نباتية مخلطة مع زيت الزيتون. كنحاول انني نخلط هاد المكونات كلها. اهم حاجة في الحشوة دائما انها تقلى مزيان، ضروري انها تقلى حتى كتكون يعني اللون ديالها ذهبي، ولا حتى كترجع عندك البصلة ذهبية. وكذلك هادوك المكونات كيتشحروا مزيان. كنضيف عليهم شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار وغنسد عليهم، غنخليهم كيف ما تيبان لكم حتى كيتشحروا تمام تيقفوا في الزيت ديالهم. بالنسبه للتوابل عندي هنايا شويه ديال السودانيه، شويه ديال التحميره ولا البابريكا، وشويه ديال الخرقوم بلدي، وشويه ديال السكنجبير. هادو هما التوابل. بالنسبه للابزار والملح كنا عملناه في الاول. غادي نعمل تقريبا 300 غرام ديال الكفته. الكفته كتبقى على حسب يعني الرغبه ديالكم. كنضيف معلقة كبيرة ديال صلصة الصوجا أولا معلقة صغيرة على حسب. إلا كانت ثقيلة عملوا فقط معلقة صغيرة، إلا كانت خفيفة عملوا معلقة كبيرة. غنحاول أنني نفتت مزيان هاد الكفتة ونحاول نخلطها مع هادوك الخضر اللي شحرنا في الأول، باش هكا كتشرب لينا المكونات. الكفتة كتشرب لينا التوابل وكذلك المذاق ديال الخضروات اللي كنا شحرنا في الأول. غادي نضيف كذلك جوج ديال المعالق كبار ديال القزبر والمعدنوس مقطعين. من الأحسن تعملوا الطري إلا كان متوفر عندكم، لأنه كيعطي واحد النكهة أحسن من اللي كيكون كونجلي. وغادي نحرك هاد المكونات كلها مع بعض. في آخر مرحلة غادي نضيف الزيتون، وكذلك غادي نضيف الشعرية الصينية اللي كنكونوا كبينا عليها المغليان حتى كتكون طلقات، ومن بعد كنقطعوها بمقص وضروري نصفيوها. غادي نخليو المقيلة ديالنا وهي باقا على النار، وغادي نحاولوا اننا نشحروا هاد الشعرية ديال الشينوا مع المكونات ولا مع الحشوه هكا باش كتشرب لينا هذيك الشعريه التوابل، وما كتجيش هكا باسله، كتجي لذيذه بهذه الطريقه هذه. حاولوا انكم تشحروها. والحشوه ضروري تكون ناشفه، ضروري تكون ناشفه من الماء، لانها غتقطع لنا والقيله بقى فيها المرق. من بعد ما كطيب لينا الحشوه ضروري كنخليوها حتى كتبرد تماما، ومن بعد كنضيفوا ليها الاجبان. أنا ضفت عليها شويه ديال الموتزاريلا وشويه ديال الفرماج احمر اللي بغيتو، اللي متوفر عندكم هو اللي كتضيفوه. كناخدو الورقة كندهنها بشي شوية ديال الزيت مخلط مع شوية ديال البابريكا. أنا عندي الورقة شوية ناشفة، إلا كانت الورقة فيها لدام يعني ما تحتاجوش أنكم تدهنوها. غادي نحاول، أنا عندي هنا الورقة صغيرة يعني ماشي الكبيرة، الصغيرة، يعني باش كتجي ساهلة أنكم تصايبوا فيها السيجار. كتعملوا الكمية اللي مناسبة لكم على الحجم اللي نتوما بغيتو، واش السيجار يكون كبير ولا صغير، عامر ولا لا. كنحاول ديما الجهة اللي كتكون حرشة هي اللي كتكون قدامنا، والجهة اللي كتكون ملسة كتكون من التحت. غندهن شي شويه الجوانب، ومن بعد غادي نبدا نلف بهذه الطريقه هذه. كنقول لكم تبارك الله كتكونوا كتعرفوا كيفاش ديروا السيجار. انا غندخلهم الفرن، ممكن كذلك تقليهم الا بغيتوا، دوزوهم في البيض ودوزوهم في الشابلي ولا على حسب الرغبه ديالكم. ولكن حتى هاد الطريقه راه كيجيو لذاذين. اهم حاجه منين ندخلوهم ان شاء الله الفرن كتخليهم يطيبوا مزيان مزيان باش هكا الورقه كتجي مقرمشه. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غنسالي الكميه كلها اللي عندي ديال السيجار. من بعد ما كنكمل السيجار ديالي كنحاول انني نثقبو هكذا باش الا بدا كيطيب ما يطرطقش لينا على حساب الفرماج اللي فيه. وغادي ندهنهم بيضه اللي مخلطه مع شويه ديال صلصه الصوجا. ممكن انكم تدهنوهم غير بالزيت الا بغيتو، على حساب الرغبه ديالكم. وندخلوهم الفرن اللي كيكون شاعل 200 درجه من الاسفل ومن الاعلى حتى كيتحمروا. وصلنا مشاهدي الكرام لنهاية هذا الفيديو. كنتمنى فعلا الوصفة ديال اليوم تكون عجباتكم وتجربوها، هذا هو الأهم. هاد الحشوة هذه كتجي لذيذة بزاف. ممكن انكم تنوعوا في الشكل ديال هاد البساط. ممكن ديروا فيهم بسيطلات صغار سيجار، وكذلك بريوات على حسب الرغبة ديالكم، حينشات علاش لا. المهم هي الحشوة تجربوها راه كتجي بنينة بزاف. نتمنى تجربوها. كيف العاده اللي عندها اي سؤال تخليه ليا في التعليق ان شاء الله غادي نجاوبها. هذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجيو من الداخل، راه باقي سخانين، ما قدرتش نقطعها لكم لان كانت سخونه بزاف.
الشكل ديالها من الداخل كتجي هكذا، نتمنى أنكم تجربوها. وفي آخر هذا الفيديو ما نساش نذكركم اللي أول مرة كيزور القناة ما ينساش يشترك في القناة، وكذلك يفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. لايك الفيديو إلا عجبكم، وإلا عندكم أي سؤال خليه لي في التعليق، إن شاء الله غادي نجاوبكم. كنتمنى لكم الصحة والعافية، ونتلاقاو بإذن الله في الفيديو القادم. إلى اللقاء.